يشير مصطلح التلقائية أوتوماتيزم في سياق الفنون البصرية إلى تقنية إبداعية تعتمد على التعبير اللاواعي، حيث يطلق الفنان العنان لعقله الباطن ليقود العملية الفنية دون تدخل مباشر من الوعي أو الرقابة العقلية. الوعي طبعا هو الإدراك العقلي أو الخبرة. الخبرة بتأثر على الرسم لما نكون بنرسم موضوع معين. يعني مثلا أقول لك موضوع، ارسم مثلا موضوع عن الشجاعة مثلا، أو عن العنف، أو عن التنمر. مواضيع معينة أنا ممكن أديها، أو ارسم موضوع عن البحر، أو ارسم لي مثلا بيت في قرية. في مواضيع معينة الإنسان لما بيديها للإنسان، يعني للطفل عشان يرسم أو للفرد عشان يرسم، بيبتدي يكون في الشكل اللي هو عارفه في العقل أو الإدراك بيأثر على تعبيره في الرسم. فبيفضل ان احنا نشتغل في اللاوعي مش في الوعي، يعني ان انا اشتغل من غير ما يكون عندي موضوع ابدا منه، بحيث ان انا ما احدش من قدرتي على التعبير ومن انفعالاتي وانا بعبر، لان ده بيأثر عليا انا كناحيه كتعبير في العقل الباطن. بيحد من القدره على التعبير بحريه. كل ما كان في حريه اكتر وعفوية، كل ما ده كان أنجح بالنسبة لعملية الرسم في اللاوعي. نشأ هذا التوجه بتأثير مباشر من نظريات التحليل النفسي الفرويدي التي وجدت صداها لدى عدد من الفنانين التشكيليين والشعراء، فاستثمروا مبادئها لتطوير أشكال تعبيرية جديدة تتسم بالغموض والانفتاح على الفكر الفلسفي. كل ما كانت المساحة أوسع للتعبير، وإن أنا أخلي الإنسان اللي قدامي بيعبر في اللاوعي، هو بيبدأ يطلع كل اللي جواه، كل الحاجات اللي هو ما بيقدرش يقولها في الطبيعي بيبدأ يعبر عنها. ولذلك منطقة اللاوعي دي بتفيد جدا في العلاج النفسي وعلاج الأطفال كمان اللي عندهم حالات معينة من مثلا التوحد، حالات دمج معينة ممكن يكون ما عندوش القدرة قوي على التعبير، حالات مثلا زي تعثر في التعلم. كل ده بيستفيد من منطقة اللاوعي دي، ان هو يقدر ازاي يستدرجه ان هو يكون في احسن حالاته، انه يعبر بمنتهى الصدق، انه يكون من غير اي خوف او اي مؤثرات خارجية تأثر عليه. بقى عندي أكتر من حاجة. في عندي مثلا تجريب في الأسلوب، تجريب في الخامة، تجريب في التجريب، زي ما قلنا تجريب خامات. تجريب الخامات ده ممكن يكون أكتر من خامة في مجال واحد، يعني في لوحة واحدة. ممكن تكون نفس الخامة نفسها يطرأ عليها أكتر من حالة، فيبقى ده نوع من أنواع التجريب. الأسلوب،
التجريب ممكن يكون داخل في أساليب المدارس مثلا، هل أنا ممكن أدمج مثلا مدرستين في حالة واحدة من خلال الأساليب، من خلال التنوع. نشأت التعبيرية التجريدية في علاقة متماهية مع التلقائية من حيث الانتقال من الصورة إلى ما وراءها، وقد استطاعت أن تنفذ نحو الحركة واللون وتوظف التداخلات من خلالها، وهو ما جعلها من أبرز الحركات الفنية الجديدة التي بلغت أوجها في نيويورك في فترة الخمسينيات من القرن العشرين، حيث أثرت على التجربة التشكيلية الأمريكية وانتشرت عبرها نحو العالم، إذ سلطت الضوء على هذه المدرسة وروادها، خاصة مع تجربة جاكسون بولوك وويليام دي كونينج في الوقت الذي بدأ في التجريد التغلب على الفن الحديث باكتساب فلسفات بصرية جديدة، وهو ما تفرع به نحو التعبيرية التجريدية. في فترة اللي هي الخمسينات اللي هي في أمريكا، دي كانت الفترة اللي هي بتاعت كان فيها جاكسون بولوك وكاندينسكي. كاندينسكي قال لك إن الروح هي اللي بتقود العملية الفنية إذا أطلق لليد الحرية إنها تعبر، فتبتدي الروح هنا بتعبر بصدق وبعفوية. هو نفس السكة بتاعت التعبيرية التلقائية، تمام. وهو من الرواد بتوعها. في عندك أندرو بريتون ده اشتغل على الخيال، والخيال هنا كان موجود في المدرسة السريالية، ولكن الهدف من الخيال مختلف. يعني عندك السريالية بالنسبة لها الأساسي هي أن يبقى عندها رمز أو بيشتغل على الحلم. رمز، ممكن الرمز ده يكون ناتج مثلا من إيه؟ من أكتر من كائن مثلا بيكون منه. يعني مثلا ممكن تلاقيه بيعمل مثلا حصان ليه أجنحة، عروسة شكلها فيها متداخل معاها شكل تاني لكائن تاني خالص. المهم عنده إن هيبقى فيه رمز مختلف. طبعا أشهرهم سلفادور دالي، ده بالنسبة للسريالية، تمام. بس سلفادور دالي كان بيعمل تخطيط مسبق للرسمة بتاعته أو للوحة بتاعته. كان سلفادور دالي متأثرا إلى حد كبير بما كتبه فرويد، الذي بين أن الطفل والوحش فينا يسيطران علينا عندما تركض أفكارنا الواعية، وهي الفكرة ذاتها التي جعلت السرياليين يعلنون أن الفن لا يمكن إبداعه أبدا في حالة اليقظة التامة للعقل، ولعلهم أقروا بأن العقل يمكن أن يعطينا العلم، والعقل فقط يمكن أن يعطينا الفن. احنا عندنا في التعبيرية، أنا عندي بالنسبة لي في التعبيرية التلقائية ما بيبقاش فيه أي سكتش مسبق. يعني أنا ببدأ ببني قصتي كلها على التجريب في الأول. بشتغل بالخامات بس، بشتغل باللون بس كمساحة. الكانفاس بالنسبة لي هو جزء مني، جزء أنا بعبر عليه، بيظهر عليه الانفعالات الداخلية بتاعتي، من غير ما يكون في قصة إن أنا عندي قصة أصلا ببني عليها الموضوع اللي هو الحدس، اللي هو الإحساس. في هنا جزء اللي هو بيخص الإحساس والشعور اللي هو في منطقة اللاوعي، من غير ما يكون عليا قيود كفكرة. أبتدي أشتغل من غير ما يكون في عليا القيود دي. خلاص بعد كده
بتيجي مرحلة بقى الإيه؟ الوعي أو التنظيم أو الإدراك، إن أنا بابقى شايفة قدامي الصورة واضحة، وممكن يكون في أخطاء نتجت من خلال الصدفة وأنا باحط الألوان على اللوحة، فممكن يظهر عندي أشكال مثلًا أو رمز، حاجة ليها دلالة. أنا باسيب الحاجة اللي هي ممكن تكون مبهمة، ممكن أظهرها بحاجة تانية وأسيبها بنفس العفوية بتاعتها، لأن العفوية دي جزء من نجاح التعبيرية التلقائية. مثل هذا الاتجاه أحد المرتكزات الجوهرية للحركة السريالية في القرن العشرين، التي تبنت التلقائية كوسيلة لتحرير الإبداع من قيود المنطق التقليدي وتعزيز دور اللاوعي كمصدر أصيل للإلهام الفني. اللي بيحصل على اللوحة ده بيبقى بالنسبة لي أنا هي لحظة من الإلهام من عند ربنا، في اللحظة أنا بالاقي نفسي عمالة بشتغل بسكينة، بشتغل بفرشة، بشتغل بقى بزود مثلا في المية، بشتغل بجيب كومبريسور هواء، بشتغل بسشوار مثلا، يعني بدي دفعات أو بحاول إن أنا أعمل تراكمات في اللوحة وبالمساحات بحيث إن أنا أطلع منها في الآخر بحاجة ساعات بتبقى عن طريق الخطأ، بتبقى دي هو ده الرمز أو هي دي الحاجة اللي أنا بعد كده هتبقى مبني عليها صياغة اللوحة كلها. ممكن تكون ليها علاقة بفكرة وبموضوع كان بيمسني أنا قبل ما كنت أقعد عشان أشتغل، وممكن يكون من فترة بعيدة مش قريب كمان. هنا بيظهر دور العقل الباطن. بيستخدموا السشوار، بيعمل هواء، بيعمل مجال ان يبقى بيحرك اللون على اللوحه، تمام، او كومبريسور نفس الاداه بيعمل ضغط للهواء، بيحرك الالوان، فمن خلال تحريك الالوان ده بيحصل دمج المساحات. من خلال سكينه اللون بتقدري تحطي طبقات من اللون، وبعدين انا اللوحه برضو مش بتخلص في مرة واحدة أو مش بتخلص في مرتين، بالعكس أنا ممكن أشتغل على اللوحة وابقى لسه مش لاقية فيها جملة اللي أنا عايزة أقولها، وبالتالي تلاقيني ركنت اللوحة تقعد جنب إخواتها، تقعد فترة طويلة لغاية ما أبتدي أرجع أشتغل عليها تاني، ومرة واثنين وثلاثة لغاية ما أحس إن في حاجة اتقالت في اللوحة ممكن تطلع منها بقصة أو بحكاية أو أشتغل عليها. صالون الخريف بيتعمل في باريس، وكان سنة 2013 و2014، وبعدين رجعت بعد كده كان في معرض كان في فنلندا، كان في 2019 تقريبا لو مش متذكرة 2019 أو 2020. كان عبارة عن اللوحة كانت عبارة عن إيه؟ هو كان عبارة عن تداخلات لونية، وكانت عبارة عن امرأة كرمز للحياة، وفي زي جسر كده بيعدي ما بين الشرق والغرب، وده اللي أنا فاكراه منها. بس هي كانت بداية اللوحة كانت إيه؟ بداية اللوحة كانت برضو تعبيرية تلقائية. ما هو أنا بعد ما بخلص بقى التعبيرية التلقائية مرحلة اللاوعي اللي أنا بتكلم عليها دي، اللي هو الانفعال مع اللون، المرحلة التانية بتكون بداية ظهور بقى ان انت تلاقي عندي في رمز وفي شخص وفي حاجات بقى بتبتدي تظهر، ممكن يكون بحر، ممكن يكون انسان، ممكن يكون قوارب او مراكب، بس بتبقى طريقة تناول اللون نفسها او وجود اللون في اللوحة هو اللي بيبقى مختلف مش القصة. وده طبعا الانفعال اللي بيبقى موجود في الشخصية بيفرق برضه في تفسير. يعني أنا ساعات كتيرة بقعد أتفرج على لوحات بعد ما بخلص خالص وبقول يعني
أنا عملت دي إزاي؟ صحيح بجد بتحسي إن درجات الألوان بتخليكي يعني أنا إزاي حطيت الألوان دي جنب بعضها؟ إزاي جات لي الجرأة إن أنا أحط اللون الأحمر والأرضية بتاعته على اللون الأخضر بالمنظر ده، أو أدي التاتش الأحمر ده في المكان ده كده؟ يعني في الطبيعي لو أنا قاعدة أفكر في الطبيعي مش هحط الألوان دي بالمنظر ده أبدا. كتب بيان السريالية الأول الشاعر الفرنسي أندري بريتون ليصف كيف تجمع السريالية بين الوعي واللاوعي لتكوين واقع جديد خاص بالعمل الفني. واعتبرت باريس مركز السريالية الأول، ومن خلالها امتدت إلى الفنانين الشباب في باقي أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك. يعني أنا اشتغلت رسوم متحركة، فاستفدت منها إن أنا كنت بعمل تصميمات للأغلفة، وكنت بعمل تصميمات للرسوم نفسها اللي كانت موجودة في المناهج التعليمية. إزاي الرسمة دي تأدي أو الشخصية تأدي الستوري بورد أو بتعبر عنه أو بتوصل معلومة معينة. فهنا أنا يعني الحمد لله وصلت لنقطة معينة في حتة التصميم، فهماني؟ او ان انا ازاي ان انا اعمل الشخصيه، او ازاي ان انا اعمل رمز يعبر عن الحاجه اللي انا عايزاها. يعني اختصر وممكن اسيب الحاجه زي ما هي بمواصفاتها بتفاصيلها. هو مش عجز عن التعبير عن التفصيل، لا، قدره على الاختزال، وده بيبقى اوسع في الفهم. يعني كل ما انت ما قعدتي قدام حاجه ما فيهاش تفاصيل كتير، كل ما كنتش انت متأيده وانت بتفكري، او ده بيعبر عنك، بتلاقي نفسك في الحاجه اللي موجوده اللي فيها تجريد أكتر، اللي فيها رمزية أكتر، فيها مجال للتأويل أكتر، فيها مجال للتأويل الشخصي أكتر. فده أنا شايفة إن ده بيكون أنجح يعني. الناقد الفنان عز الدين نجيب كان قال إن الثورة في 2011 خرجت الفنانين يرسموا في الميدان ويرجعوا تاني للتلقائية التعبيرية أو التعبيرية التلقائية. رجعوا تاني يعبروا بعيد عن الأماكن المقفولة وبعيد عن القواعد وبعيد عن القيود. تمام؟ فبداية الثورة بقى هي كانت فعلا خروج بالنسبة لي، وفعلا كنت بنزل في الميادين، وفعلا كنا بننزل نعمل معارض في التحرير. المرأة هي اللي بتشيل عبء المجتمع كله، أو بتشيل النتاج اللي بيحصل كله في المجتمع. كل الأحداث الموجودة في المجتمع لازم في الآخر هتمس المرأة. فكان كان يعني أفضل عنوان للمعرض ساعتها هي كانت اللوحات كانت طالعة من القصة دي، من النبع ده، الثورة. اللوحات كلها كانت من أيامها في الوقت بتاع الثورة ده، فكانت لازم يطلع اسم المرأة والثورة. ده كان أول معرض، وكان تقريبا كان 2013. لعبت التلقائية دورا هاما في بعض الحركات الفنية مثل الدادائية والتعبيرية التجريدية وغيرها، وقد غيرت الكثير على مستوى مشهد العمل الفني، وذلك عندما أصبحت الأوتوماتيكية جزءا من العمل التجريبي للعملية الفنية، خاصة في الفن الحديث وما بعد الحداثة.
التعبيريه التلقائيه دي، هو انا شايفه لغايه دلوقتي ان هي جزء من شخصيتي الحمد لله، وانا شايفه ان دي نعمه من عند ربنا. يعني هي مش اسلوب فني، هو انا مش اخدها اسلوب فني، هو انا بحب ان انا اكون على طبيعتي، وبحب ان انا لما اعبر عن حاجه اعبر عنها بتلقائيه، يعني ما احبش حته التصنع، وما احبش الواحد مثلا ان هو يقول كلام ويكون اللي جواه حاجه واللي بيعبر بيه حاجه تانية. فهي جزء من شخصيتي ان انا اكون عندي التلقائيه دي، فده لازم يبقى باين في شغلي، وانا مش هقدر افصل نفسي عن شغلي. يعني هو انا زي ما انا، فانا بلاقي نفسي في الشغل بالطريقه دي. فما اعتقدش ان انا هحاول ان انا ممكن اضيف اساليب تديني نوع من التجريب اكتر للون مثلا. ممكن اضيف اسلوب تاني، لان احنا دلوقتي في الفن المعاصر ممكن تشتغلي على اي مدرسه، ممكن تدمجي اسلوب مدرستين مثلا مع بعض تطلعي منهم بحاجه جديده خالص. فاهماني؟ الفتره بتاعت الفن الحديث والالتزام بالمدارس احنا عديناها خلاص. فانت عندك دلوقتي عامله زي اللي علم واحد الابجديات، وبعدين بيجي بعد كده يبتدي يطلع بجمل ويطلع بقى بحكايه كامله متنوعه باكتر من حاجه. هو بالظبط كده. يعني انا حاولت ان انا اجيب مثل على حته استيعاب. احنا خلاص اتعلمنا قواعد، بعد كده بتبداي تنطلقي. فهي الفتره بتاعت الفن المعاصر دي تعتبر اللي احنا فيها، احنا بننطلق من خلال المعرفه السابقه. إن تفاعل التعبيرية مع التجريد أفضى إلى تشكيل رؤية فنية متوازنة، واستطاعت أن تروض الفوضى ضمن إطار تجريبي قائم على التلقائية الواعية. وقد نجح الفنانون في توظيف القيم التقنية وإعادة هندسة الفضاءات الحسية بما يثقل العمل الفني بدلالات معنوية عميقة. ومن خلال الحركات التلقائية والاختيارات الحرة تشكلت تراكيب بصرية جديدة تؤسس لسرد بصري مفتوح، وتمثل امتدادا لتجربة فنية تتسم بالحيوية والتجدد والانفتاح على آفاق تعبيرية غير مألوفة. يعني أنا شايفة إن مدرسة التعبيرية التلقائية هي أكتر مدرسة ممكن تكون بتخلي الإنسان يعبر عن نفسه بمنتهى الصدق وبعفوية، ومن غير ما يكون في عليه أي نوع من أنواع الضغوط أو القيود أو القواعد، لأن هو بيكسر القواعد. فياريت إن هي دي تبقى المجال أو المدخل لتدريس الفن بالنسبة للأطفال الصغيرين على طول. يعني بلاش حتة إن أنا أديله موضوع وأقول له لازم ترسم ده، وإن كان طبعا أنا فاهمة المدخل اللي هو التعليمي، اللي هو بيبقى قصده إن هو يخليه يشوف التفاصيل ويشوف الحاجة في الطبيعة، ويبتدي يعني بيقوي عنده حتة التأمل. فاهماني؟ أنا فاهمة ده، بس أنا شايفة إن هو الأفضل عشان يعبر عن نفسه انك ما تدروش حاجه ليها مواصفات وليها تفاصيل، ويحس ان هو دايما واقف قدام الواقع عاجز، ان هو حاسس ان هو مش قادر يرسم الواقع. لا، انا عايزه اديله مساحه انه يعبر عن نفسه. حتى هنبقى احنا كده برضو استفدنا ان احنا يبقى عندنا اطفال اسوياء، يعني عندهم القدره ان هم يقولوا احنا بنعبر عن نفسنا، مش اديله الموضوع او اسيب الموضوع يبقى مدخل، انما بلاش حته ان انا احطه في وضع مقارنه او اقول له انت قدرت تحقق قد ايه من الشكل الواقعي يبقى انت كده صح. لا، دي مش صح، دي في التعليم مش صح. انا شايفه ان ده كده يعني المفروض النقطه دي تتغير، ونفتح المجال شويتين للتجريب عشان نسيب الولاد يعبروا عن نفسهم ويقدروا ان هم يحبوا الفن.